تحول حي حسان بالرباط صباح يوم السبت 30 مارس الجاري إلى تكنة عسكرية وقلعة شديدة التحصين، ذلك استعدادا لاستقبال بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس الذي يقوم بزيارة للمغرب يوم 30 و 31 مارس الجاري. فحسب مصادرنا فقد حط بمحيط مسجد حسان بالرباط عشرات الحافلات التي تقل عناصر أمنية، بالإضافة إلى مئات السيارات المتوسطة الحجم والشاحنات التي نقلت عناصر من القوات المساعدة، بالإضافة إلى سيارات وحافلات أخرى نقلت عناصر من الدرك الملكي وشاحنات تحمل معدات تابعة للقوات المسلحة الملكية. انتشرت عناصر الأمن على طول الأزقة والشوارع المجاورة لضريح حسان، حيث من المفترض أن يلقي البابا كلمة له، كما تم وضع حواجز حديدية بمدخل كل الشوارع المؤدية لمحيط الضريح، ومنعت السيارات من التوقف بحوالي 60 شارعا في الرباط، فيما تم نقل العشرات من السيارات التي كانت مركونة بأزقة وشوارع حسان إلى المحجز. بالإضافة على ذلك انتشرت فرق أمنية خاصة وعناصر من الشرطة السينوتقنية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات.